ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم جهاد محمد من قناة حبهان وبندق. النهاردة هنعمل كبسة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعملها كلها في حلة واحدة، ولون الفراخ تحفة وطعمها في منتهى الجمال. نسمي الله ويلا بينا على المقادير. اول حاجة عندنا نص فرخة هنقطعها 4/4، طبعا مغسولة كويس ومحطوطة في محلول النقع لمدة ساعتين، او الافضل ان احنا نبيتها في محلول النقع. عبارة عن مية وخل وليمون وسكر وملح ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، وهنشيل منها الجلد وهنعمل فيها فتحات بالشكل ده، ونحطها في معلقتين كبار من السمنة تاخد لون معانا بالشكل ده عشان ما نحتاجش ان احنا نحطها تحت الشواية. وبعد ما خدت لون هنضيف بصلاية متوسطة متقطعة مكعبات عشان يتشوحوا مع بعض، وهنضيف 2 من ورق اللورة ونص عود من القرفة و2 من الليمون المجفف و3 حبات من القرنفل و3 حبوب من الحبهان الحصى، وهنضيف معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من البابريكا، وهنسيبهم يتشوحوا مع بعض لحد ما البصل ياخد لون معانا. وبعد ما البصلاية خدت لون معانا هنبتدي نضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم وفلفل حراق هنسيبه زي ما هو، وحبتين من الطماطم متقطعين مكعبات بالشكل ده، ومعلقة كبيرة من الصلصة ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهنضيف نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من البهارات، وهنضيف معلقة صغيرة من الملح، وهنخلط كل دول مع بعض وهنسيبهم شوية. بجد الريحة رهيبة واللون تحفة. هنضيف المية بتاعتنا طبعا على قد كمية الرز اللي احنا هنحطها. انا هنا هضيف 3 كوبايات من المية على 1.5 كوباية من الرز البسمتي، لان كوباية الرز البسمتي بتاخد 2 كوبايات من المية. بعد ما ضفنا المية هنغطيها وهنسيب الفراخ تستوي فيها، ومش هنضيف مية تاني، هي دي المية اللي هتسوي الرز. بعد ما الفراخ استوت هنضيف الرز بتاعنا منقوع لمدة ربع ساعة ومعاه مكعب مرق، وهنغطيه ونوطي عليه النار لحد ما يتشرب كل المية وبقى معانا بالشكل ده. شايفينه مفلفل قد ايه وريحته تحفة ولون الفراخ روعة، محتاجناش ان احنا نحطها تحت الشواية بسبب التشويحة اللي احنا شوحناها في الاول. وزيناها بزبيب متحمر في سمنة بالشكل ده، وطبعا قدمنا معاها سلطة الدقوس احنا عملناها قبل كده، هنسيب الفيديو في صندوق الوصف. بجد وصفة تحفة للمستعجلين اللي مش بيحبوا المواعين الكتير. الوصفة دي هتبقى مناسبة جدا معاكم، ما خدتش معانا وقت خالص، والفراخ مستوية معانا زي ما انتوا شايفين، والرز تحفة، واكلة كلها طعمها روعة. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش الشير واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.